المشاهدون الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون دولة إريتريا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، معكم فيها قاسم أحمد، والبدء كالعادة بأهم وأبرز العناوين. إصابة 11 مواطن بفيروس كورونا. امتحان الشهادة الوطنية يجري في الفترة من 12 وحتى 17 من أبريل. خدمات مياه الشرب في حمل مالو تصل إلى نسبة 65%. انتهى الجولة الأولى من الاجتماعات في فيينا بشأن الاتفاق النووي. أردوغان يلتقي مسؤولين أوروبيين وسط تفاؤل بتحسن العلاقات. وجنوح غامض لعشرات الدلاكين والأسماك في غانا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبلة التي أجريت اليوم 7 من أبريل في مراكز العزل في الأقليم الجنوبي والأوسط وجنوب البحر الأحمر أعلنت إصابة 11 مواطن بفيروس كورونا، وكانت 4 إصابة في رحيتا جنوب البحر الأحمر، و4 في أسمر الإقليم الأوسط، و3 في مندفر الإقليم الجنوبي. في غضون ذلك شفي 57 بعد الرعاية الصحية في المستشفيات، منهم 34 من مرضى كورونا في القاشبركة و23 في الإقليم الأوسط. وبهذا بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن 3374 شفي، منها 3138 ووفاة 10 مرضى، ولا يزال 226 مصاب كورونا يتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 7 من أبريل 2021. أعلنت الدكتورة بسرات قبرو مسؤولة الامتحانات والتقييم في المعهد الوطني للتعليم العالي والأبحاث في المقابلة التي أجرتها مع وكالة إرينا، أعلنت بأن امتحان الشهادة الوطنية سيجري هذا العام في الفترة من 12 وحتى 17 من أبريل، ويشتمل الامتحان الوطني 12 مادة، وسيكون الجلوس للامتحانات في 8 نقاط هي ساوة وأسمرة وعصب وعالة ودك أمحري وحقات ومحابار ونغفة، وأن 88% من الجالسين للامتحان هم طلاب مدرسة ورساي كالو. وأوضحت الدكتورة بسرات بأن الامتحان الذي كان يجري لمدارس الجالية الإريترية في جدة والرياض سيلقى هذا العام أيضا جراء قيود كورونا المفروضة في المملكة العربية السعودية. ويشارك في امتحان هذا العام حوالي 14,000 ممتحن، منهم 47% من الطالبات، مشيرة إلى أن المعلمين والمراقبين سيذهبون إلى أماكن الامتحان بعد التأكد من خلوهم من فيروس كورونا. وناشدت الطلاب القيام بتحضيرات نفسية وجسدية مدركين هذه الأهمية واتباع التعليمات المقدمة لهم جيدا. أثمرت الجهود الجارية لإنشاء وتطوير مؤسسات الخدمات الاجتماعية في مديرية حمل مالو إقليم عنسبة، أثمرت إلى ارتفاع نسبة حصول السكان على خدمات مياه الشرب الصالحة إلى 65%. وأوضحت مدير المديرية السيدة عائشة علي نور لوكالة الأنباء الإريتريا إرينا أن الاستثمار الجاري لإنشاء الخدمات الرئيسية حققت نتائج مرضية في كافة المجالات، مشيرة إلى أن المبادرات الأهلية والمشاريع الكبيرة التي تنفذها الحكومة أحدثت تحولا نوعيا، خاصة فيما يتعلق بخدمات المياه. وذكرت السيدة عائشة ارتفاع المدارس في المديرية من مدرستين ابتدائيتين قبل الاستقلال إلى 34 مدرسة من رياض الأطفال، وحتى المدارس الثانوية متوزعة بصورة متوازنة، فيما أنشئت عيادتين ومركزين صحيين انطلاقا من الصفر. وأشارت إلى أن مديرية حمل مالو تحصل على خدمات مواصلات جيدة لموقعها في طريق كرن أفعبت زاراء الرئيسي، وكذلك طريق كرن قلب وكرن هبرو. ترتبط كافة إدارات الضواحي أيضا بطرق ترابية.
وفيما يتعلق بالتنمية الزراعية والأنشطة التجارية، أوضحت تنمية أكثر من 450 من مختلف المستويات في وادي عنسبة الذي يمر وسط المديرية، وإنتاج هذه البساتين تلعب دورا مشهودا في تلبية متطلبات أسواق مدينة كرن والمناطق المجاورة للمديرية. في الختام، ذكرت السيدة عائشة البرامج المستقبلية لإدارتها متمثلة في رعاية 30,000 شتل السيسال غرست العام الماضي لحماية انجراف التربة وغرس شتول أخرى، وتحسين خريطة الإسكان لبلدة حمال مالو، وتواصل عمليات تجميع القرى واختتام أعمال مسح الأراضي في القرى. استشهد المنادل المقدم سمعون حيلوم تخل قرقيس يوم أمس 6 أبريل إثر مرض مفاجئ عن عمر بلغ 68 عاما. والتحق المقدم سمعون حيلوم تخل قرقيس إلى صفوف قوات التحرير الشعبية في شهر أبريل عام 1975، وخدم شعبه وبلده ببطولة ووفاء قبل الاستقلال لنيل الحرية وبعد الاستقلال لحماية السيادة. الشهيد المقدم سمعون حيلوم تخل قرقيس رب أسرة وأب ل5 أبناء، ووري جثمانه الثراء عصر اليوم 7 أبريل في مقبرة شهداء أسمرة. وعربت وزارة الدفاع عن بالغ حزنها باستشهاد المقدم سمعون حيلوم تخل قرقيس، وتقدم لأسرته ورفاقه وزملائه أحر تعازيها. مشاهدينا، نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، وصفت الولايات المتحدة المحادثات غير المباشرة مع إيران في فيينا بأنها خطوة بناءة، كما أبدت إيران وأطراف أخرى تفاؤلا حذرا بالمحادثات التي بدأت أعمالها في فيينا برعاية الاتحاد الأوروبي ومشاركة من الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ وصول إدارة الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض. واعتبرت الولايات المتحدة أن محادثات فيينا قد تكون مفيدة في سبيل عودة الطرفين للاتفاق النووي الموقع في عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن قبل نحو 3 سنوات. من جهته، قال البيت الأبيض أن محادثات القوى الكبرى وإيران ما زال في بدايتها، وأن الرئيس جو بايدن مقتنع بأن الدبلوماسية هي الحل. وجرى اجتماع فيينا برعاية الاتحاد الأوروبي واستمر نحو 2 ساعتين، وجمع أطراف الاتفاق وهي إيران وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين وروسيا. وعلى الجانب الإيراني، قال كبير المفوضين النوويين في إيران عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي إن المحادثات في فيينا كانت بناءة وفي المسار الصحيح، ومن المبكر الحديث عن نتائجها. التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل ورئيس مفوضية الاتحاد أورسولا فون دير لاين اللذين يزوران أنقرة تلبية لدعوة رسمية منه في محاولة لإزالة التوتر بين الجانبين. وجرى اللقاء بشكل مغلق في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، واستغرق قرابة 2:45 دقيقة. وذكرت الرئاسة التركية في بيانه أن البحث خلال اللقاء يتناول العلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي بجميع جوانبها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة على الساحتين الدولية والإقليمية، وأبرزها الوضع في شرق المتوسط والوضع في كل من ليبيا وسوريا. وعقب اللقاء عقد المسؤولان الأوروبيان مؤتمرا صحفيا مشتركا في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بأنقرة، حيث أكدت فون دير لاين أنهما يزوران تركيا بهدف زيادة وتيرة العلاقات مع أنقرة، وأنهم بحثوا مجالات التعاون التي من شأنها توفير الفائدة لكلا الجانبين.
جنحت مجموعات كبيرة من الأسماك بينها نحو 60 دلفيا نافذا خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى 3 شواطئ على ساحل غانا لأسباب لم تعرف بعد، على ما أعلنت السلطات ومصادر محلية. ونقل بيان عن المدير العام للجنة الوطنية للمصايد مايكل آرثر دادازري قوله إن فريقا مختصا لاحظ وجود عدد كبير من أسماك السطح الصغيرة وأنواع القاع التي جرفتها المياه إلى الشاطئ. وأوضح البيان أي إصابات لم تظهر على الأسماك بحسب المعاينة الأولية، مشيرا إلى أن فحوصا مخبرية ستجرى لعينات منها سعيا إلى توضيح أسباب هذه الظاهرة النادرة. وتقع قانا في خليج غينيا، ويعيش نحو ربع سكانها على شريط ساحلي مطل على المحيط الأطلسي بطول 550 كيلومترا. الخبر الأخير في هذه النشرة: توجه حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون دي سانتيس إلى موقع خزان المياه الناجمة عن عمليات تجريف وتجميع مياه الأمطار، والذي يواجه خطر الانهيار، ما قد يؤدي إلى فيضان ضخم وكارثة بيئية في خليج تامبا الهش أصلا. وتلقى أكثر من 300 منزل أمرا بإخلال منطقة جنوب مدينة تامبا الكبيرة. وأعلنت حالة الطوارئ لتخصيص أموال جديدة بقية مواجهة هذه الأزمة المحتملة في موقع بيني وينت الصناعي، وهو مصنع فوسفات سابق كان يستخدم في إنتاج الأسمدة. وبدأ تسجيل تسرب من الطبقة البلاستيكية الحامية للخزان الذي يحوي أكثر من 1,000,000 متر مكعب من المياه الناجمة عن عمليات تجريف وتجميع مياه الأمطار. مشاهدينا، هكذا انتهت النشرة. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.